تنتسب للحزب كون يقظ سياسيا باش ما تخليش السياسه للاخرين، والا احنا غنوصلوا لهذه الحاله اللي وصلنا لها دابا. هذه الحاله اللي وصلنا لها واش عجبكم؟ احنا الحمد لله البلاد راهي بخير، الحمد لله ما كاين لا فتنه لا والو، الحمد لله كاين الضروريات، الناس كاين طبعا الحال كاين الغلاء كاين، ولكن الحمد لله، ولكن حتى واحد ما عجبو الحال. علاش؟ لان السياسه الاخوان ماشي هي غير تاكل وتشرب، السياسه هي كتشوف الامور فين غاديه. دابا شي واحد اللي كياكل ويشرب في الدار ديالو كيشوف الاولاد شي كيبيع المخدرات، البنات كيمارسوا الدعاره، المراه كتمارس الشعوذه، الراجل ما نعرفش كيدير، هذا غادي يكون مطمئن، ها هو مهدي، ولكن مهني الى متى؟ هذا عارف راسو باللي هذاك البيت غيمشي للسجن، ويدخل المشاكل، وغتوقع فيه الجريمه، وهذا الذي لا يرضينا اليوم. ملي كنشوفوا الاخوان هذه الحكومه هذه مع الاسف الشديد، هو في الحقيقه هذا السيد هذا اللي كيسير هذه الحكومه هذه، احنا ما تنبغيوش نقولوا حيت حنا ما ظلمناش، هو اللي اختار باش يجي، هو اللي بغى باش يكون رئيس ديال الحكومه. فين وصلنا دابا؟ انا شفت البارح واحد التدوينه ديال واحد السيد محترم لا باس به، يعني صحفي، يعني نشيط، لا ماشي عيب نذكر السميه ديالو، هو السيد الطوجني. ما كنتش كنتفاهم معاه بزاف، جا عندي للدار، زارني كنت عيان وكذا الى اخره، رجل معقول نسبيا ما بيهش. قال لهم واحد التدوينه ما كرهتش نلقاها قدامي، فهمتيني ولا لا؟ يعني في الحقيقه هذيك التدوينه يعني اهانه للحزب اللي كيسير الحكومه. قال لهم دايرين ذاك النشاط ديالكم اللي دايرين فقادير، دايرين الحياحه، ودايرين يعني الاغواء، شي كلام، لا قال شي كلام واضح، قال لهم انتم محزمين بالخوال الخاوي، هادشي ديالكم يعني ما خدامش. غير هذيك التدوينه لو كان زعما انا كنت وكان داك الشيء صحيح نقدر نقدم الاستقاله ديالي من الحزب. واش يمكن لك تعتبر باللي اذا كنت عندك حزب سياسي وانت رئيس ديال الحكومه وخصك باش الناس يجيو لعندك ويتصنتوا ليك تيخصك تعطي الفلوس وتشري الدراعات بحال اللي درتي في الداخله، ويجيو عندك الناس وهما ما عارفينش علاش جايين، ويعني وواحد المجموعه ديال العيالات مساكن في واحد الكار تيقولوا له يا عزيز ناضل. واش انت رئيس الحكومه باش تناضل؟ انت رئيس الحكومه باش تحكم ماشي باش تناضل. الى لقيتي هذيك التوينه، فهمتيني ولا؟ الا كنت انت غتناضل اش غنديروا حنايا؟ فهمتيني ولا؟ انت تيخصك تحكم ودير داك الشيء اللي بغاو الناس واللي معقول واللي فيه المصلحه ديال البلاد. اما الا عاد كيطلبوا منك هادو تناضل، فهمتيني ولا لا؟ باقي لك عام باش تمشي في حالتك الا كملتيه، فهمتي ولا لا؟ حيت هذه الطريقه ديالك باش راك خدام، ما عرفتش انا، سمحوا لي المغاربه الا هذا الشيء كيعجبكم انا ما صالح لكمش، نقول لكم بصراحه. يعني انت رئيس ديال الحكومه، لا كنتي 4 سنين وانت كتسير وكتقول درتي واحد العدد ديال الحوايج مزيانين، تيخص المغاربه يكونوا ملي يسمعوك غادي تجي يجيو يسبقوك. هذه التدوينه ديال ذاك الاخ الطوجني تيقول: مع كل الاحترام للاخوان بحزب التجمع الوطني الاحرار، اللقاء الحزبي باكادير لهذا اليوم خدمتوا الحياحه والاغراءات باش تعمروا، وهذا الشيء لا يليق حيت محزمين بالخوال الخاوي. وشوف السي الطوجني راه محزمين بالخوال الخاوي وباغيين يديو المرتبه الاولى، وقول باز ياك المغاربه هلفات تقولوا اول باز ياك وقيل هذا اول ما بقيتوش كتقولوها، وليتو بحالنا كتقولوا قول، كاين مشكل. فلهذا يعني هذه الحكومه هذه فشلات سياسيا، فشلات، وباقي لها عام الانتخابات وبدات كتستعمل هذه الوسائل وهذه الاساليب وكتدعي انها غادي تدير الانتخابات. وعلاش نخاف؟ انا تنخاف ان يكون عندها الحق لانها عواله على هذه الاساليب الصبيانيه، هذه الاساليب هذه ماشي سياسه هذه. وبغيت نسولكم واحد السؤال: ملي تعطي للسيد اللي غيحضر معاك دراعيه و200 درهم وتغديه، هذاك اللي غيجي يحكم معاك لاش غيجي يحكم معاك؟ الانسان اللي تيجي يحكم لاش خصو يجي؟ لاش؟ الاون برانسيب. غتقولوا لي السبب الا الانسان تيجي يحكم يعني في الحكومه وكذا الى اخره حيت فيها امتيازات، انا متفق معكم، ماشي عيب، ماشي عيب تكون عندك الرغبه تكون وزير، ويكون عندك 2 سيارات، ويكون عندك 50,000 درهم في الشهر ولا 60,000 درهم في الشهر، ويكون عندك هذا الشيء اللي كاين في رئاسه يعني في الحكومه. ولكن راه ماشي هذا هو السبب اللي كيخصو يجيبك. اللي كيخصو يجيبك راه هو تجي باش تخدم البلاد، باش تحل المشاكل ديال الناس في كل مجال اللي كنتي فيه، باش دير مشاريع اللي ترفع القيمه ديال المجتمع وديال الوطن. هذا هو المسؤول السياسي. والشيء الاخر تيسر منه بطريقه شرعيه وقانونيه مرحبا، واللي ما تيسرش منه بلاش.
افرض انك خديتي وبنيتي ودرتي وعمرتي. انا بعدا نقول لكم واحد القضيه، اقسم لكم بالله العلي العظيم، تكون رئيس حكومه لمده 5 سنوات، الا كنتي باغي تبني الدار ديالك خاصك تزير، ما تبقاش تاكل ولا تشرب الا الحد الادنى. والله ما تبني الدار ديالك. وهذا تيقوني والله ما عندي دار ديالي، عندي واحد الدار ديال باسي ديال الله يرحمه باقي عندي هنا فيها شي طريف. شي نهار الا زحمت القضيه في الرباط نجي نسكن في هذاك الطريف ديالي الا خلوني ندخل. واش فهمتوني اش كنقول لكم؟ راه السياسه الاخوان ما كتجيبش الثروه الا كنتي دخلتي باش دير تبنديت، او الا درتي شي سريفه على البطن ديالك. كان واحد النائب برا بالي مسكين كيبات في الطوموبيل وكياكل اللي كان باش يوفر الفليسات. بوتيتر والا السياسه ماشي ديال الفلوس، السياسه في الحقيقه ديال التضحيه، والسياسه ديال الخطر. الناس اللي كانوا مع الحسن الثاني راه واحد العدد منهم ماتوا في 71، والناس اللي كانوا مع الحسن الثاني راه واحد العدد منهم تقتلوا في المطار في 72. السياسه الاخوان راه واحد ماشي كاين الاستقرار وتيبانوا باللي الناس اللي كيدخلوا هذوك اللي كيدخلوا للسياسه وكيديروا الثروه وداك الشيء غالبا ما تكون ثرواتهم تاتي من طرق غير مشروعه، ومن الصفقات ومن الريع ومن لست ادري ماذا. ولهذا احنا خصنا الصوره ديال السياسي الشريف اللي كيجي باش يخدم البلاد، وهذاك الناس كيعرفوه وتيبغيوه وتيجيو يتصنتوا ليه وتيعاودوا يصوتوا عليه بخاطرهم، ماشي كل مره كيكذب عليهم ويعاود يدور معاهم. غيدور معاك بشحال؟ انا غنقول لكم راه داك الفلوس اللي كتاخذوا اللي كياخذوا الناس معاذ الله ما كنظنش، هذاك الفلوس اللي كياخذوا الناس في الانتخابات حرام اعطاؤها وحرام اخذها، لا تجوز، وقد تكون سحتا. وهذاك واحد الخيانه للبلاد، لانك واحد الانسان اللي خصو يجي يخدم معاك الحاجه اللي فيها مصلحه البلاد كتبيع له حقك باش يدير اللي بغا، واذا هو ملي غادي يدخل ما غيفكرش في مصلحه البلاد. راه كاين الناس اللي ملي جاوا لعندهم الناس قالوا لهم حنا صوتنا عليكم علاش ما درتيو الناش، كيقول له انت عطيتك الفلوس حقك بعتي وشريتي معايا، دابا بعد مني ما كتسالني ما كنتسالك. وهذا الشيء راه خطير، هذا الشيء دابا يكون في المغرب راه خطير جدا، ما خصوش يكون مقبول نهائيا. ولهذا خصكم تبقاو المغاربه موقظين وتشوفوا علامه الدار على باب الدار، علامه الدار على باب الدار. حنا باقيين كنتكلموا ملي كنتكلموا راه ماشي كنتكلموا من الفراغ، لان هذا الشيء هذا قلناه لكم وعاودناه لكم